اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده رز بسمتي، وهنقدم جنبيه فراخ بالكاري، صدور فراخ بالكاري. انا عندي نص صدور فراخ متقطع عندي طماطميه مبشوره، وعندي بصلايه وشويه من الكزبره الخضراء، وعندي معلقتين كريمه وفصين توم ومعلقه من الصلصه، وعندي التوابل بتاعتي: ورق لورا، واحده ماجي، ومعلقه كبيره من الكاري، ونص معلقه كركم، وحبهان مطحون، وملح وفلفل. يلا بينا بقى نبدا مع بعض. عندي السمنه بتاعتي جاهزه، هنزل بالرز. هسوي الرز الاول، وهنحط عليه معلقه من الملح، ورقتين لورا. طبعا انا مش هحط عليه اي توابل تانية عشان الفراخ عندي هيبقى فيها كل التوابل. بعد ما حطيت الرز بتاعي على النار، هنبتدي بقى نعمل صدور الفراخ مع بعض. انا حطيت مكعب كبير من الزبده مع شويه زيت ذره عشان الزبده ما تتحرقش. هنزل اول حاجه بالبصله، اول ما تصفر معانا هنزل بيها بالثوم، هنزل بعد كده بفصين الثوم، وهحط الفراخ. طبعا انا غسلها كويس جدا. هسيبها تتشوح شويه، وبعد كده هحط بقيه المكونات بتاعتي. بعد الفراخ بتاعتي ما خدت اللون ده، هنزل عليها بالطماطمايه ومعلقه الصلصه، وهنزل بالتوابل بتاعتي، وهنقلب كل ده مع بعضه. هحط الكريمه في الاخر شويه، مش دلوقتي. وهنزودها نص كوبايه ميه، وهنسيبها تستوي كده مع بعضها كده بالشكل ده. هنحط مكعب الماجي وشويه ميه، شايفين شكلها ولونها. هنوطي عليها النار بقى ونسيبها تستوي. بعد الفراخ بتاعتي ما استوت خلاص، هنزل بالكزبره عشان بتدي ريحه حلوه قوي للفراخ، وهنزل بمعلقه الكريمه. والرز عندي خلاص استوى. هي كده خلاص اصبحت جاهزه معايا. هنبتدي بقى نغرف مع بعض. هنبتدي بقى نغرف الرز بتاعنا كده بالشكل ده كده، وهحط الفراخ في النص. بعد ما قلبنا الرز بتاعنا كده، انا هشيل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهغرف الفراخ بتاعتي هنا كده. النهارده عملنا رز بسمتي وصدور فراخ بالكريمه وبالكاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفه جميله جدا. يا ريت يكون الفيديو النهارده عجبكم، وبتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو
ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. بشكركم جدا على المتابعة، انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.